بشكل عام الارتباط قائم على المعرفة، هو هذا الأساس. نعم. اعرف فإنك إذا عرفت إمامك أكثر من نصفي لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، كان كالمستشهد بين فسطاطه المنتظر كذا. فكرة الإمام صلوات الله عليه فكرة معرفية بامتياز. هذه المعرفة هي تولد دعاء، تولد سلوك، تولد ارتباط، تولد حب. لكن قطعا المعرفة سابقة على كل شيء، لأن المعرفة هي الأساس في سلوك الإنسان. فيعني ما أنت تبي دقيقة واحدة؟ لا هذا صاحب الزمان أنا ما أقدر يعني، فعندك الوقت يعني. الدعاء وايد مهم. سلام الله. التأمل في الأدعية وايد مؤثر، المواظبة على دعاء العهد ودعاء الندبة وايد مؤثر. يعني هذا المقطع شخصيا يؤثر فيني كثيرا، يعني يحتاج واحد وايد يتأمل فيه، إن شلون الإنسان يدعو يقول اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وكذا كذا. بعدين يقول وامنن علينا برضاه. الله. يعني أنت تطلب من الله عز وجل لمن عليك برضا صاحب زمان صلوات الله. نرجع إلى المحاضرة اللي قلناها، يعني رضا المعشوق اللي أنت تحبه، اللي توصل إليه. صحيح. كيف توصل في حبه فعلا. هو هذه المسألة، يعني إذا الإنسان قدر يفهم هالمقامات هو نفسيا يصير عنده ارتباط خاص بالإمام صلوات الله عليه. فلازم يتدبر روحي في الله. لازم الإنسان يعني يقرأ ما بين السطور. هذا الدعاء ما تكررك يعني نعم. يلهج فيه لسانك، لا اقرأ شنو قاعد يقول، اقرأ ما بين السطور، شنو هالكلمات.